فيديو تاع اليوم جبت لكم تدبيره ولا حيله راح تستفادوا منها، راح تعجبكم بزاف كيفيه الاحتفاظ بالقزبر. بما انه شهر الفضيل على الابواب، فالقزبر هو المكون الاساسي اللي راح يعطينا الريحه تاع الحريره اللي تفحفح الله. عندي التدبيره الاولى اللي نقدروا نستحفظوا بالقزبر لمدة 21 يوم إلى شهر على حسب الاستخدام تاعك، والحيلة الثانية من 3 شهور إلى 6 بدون ما تغير اللون ولا الرائحة. التدبيرة الأولى لازم لك علبة محكمة الإغلاق، تجيبي ربطة تاع القزبر نتاعك، تنقيها وتغسليها وتنشفيها مليح. تجيبي البواطة نتاعك وتجيبي لي سوبالا هكا ديريها في القاع تاع لابواط، وتجيبي الربطه تاع القزبر نتاعك تحطيها وتزيدي عليها لي بابي. الفايده تاع لو بابي انه يمتص الندى وهذاك اللي يكون زايد في لابواط. هكا نغلقوها مليح ونحطوها في الفريجيدير، وكل ما نسحقوا القزبر نجبدوه. اما التدبيره الثانيه نجيبوا ربطه زوجه تاع القزبر او الكميه اللي كي محتاجتها، نقوها ونغسلوها ونشفوها مليح وهكا ندو كونتيتي اللي رانا حابين نحطوها في الشربه نتاعنا ونطووها كيما راكي تشوفي في لا فيديو. ومن بعد نجيبوا الخيط ونبداو نروليو حتى نثبتوا الاحكام تاعها، ونفوت الخيط على يدي باش نربط الخيط. هاي ليك نعاود الكيفيه لمره ثانيه. ومن بعد نجيبوا ثاني علبه محكمه الاغلاق ونستفوا فيها القزبر نتاعنا هذو لي بوكي اللي خدمناهم، ومن بعد نحطوهم في الكونجيلاتور، وكل خطره نجبدوا الكميه اللي احنا نحتاجوها. هاي ليك الكيفية من زاوية تصوير أخرى باش تكون الكيفية موضحة ليكم بيان. نتمنى من الناس اللي مازال ما اشتركتش في القناة انها تشترك وتضغط على زر الجرس هكا يوصلها كل جديد، وما تنساش تاني زر اللايك باش يوصل لأكبر عدد من الناس. فكيما استفدتوا نتوما ان شاء الله يستفادوا ناس اخرين. وماذا بكم في الكومنتير تكتبوا لي اذا عجبتكم الحيلة ولا عندكم تدبيرات اخرى تنورونا بهم. هاي ليك بعد ما كملنا الكيفية. راني جبت لابواط من الكونجيلاتور كيما راكم تشوفوا. كنت محتفظه بها لمده شهر ولا فايته. شوفوا لا كولور تاع القزبر ما تغيرش، الاوراق نتاعها مازالهم شايدين رواحهم. الريحه فانيك لو كنتوا معايا راح تكون تعبق، وراني ستفت قدامكم لي بوكي جدد. فكما راكم تشوفوا لا كولور ما تبدلتش، وثانيك البنة تاعهم. نتمنى انكم تجربوا الكيفية وتكتبوا لي في التعليقات. وش نقولكم الى ذلكم الحين، تهلاو في روحكم، سلام.